كتير قوي بيجي لنا ساعات همدان، تعب، ارهاق، اكسده في جسمنا، الزهايمر بقى طبعا والنسيان، وبصوا يعني حدث بلا حرج. كل الحاجات دي كلها بتبقى بسبب في سموم في جسمنا، في سموم في الخلايا عندنا في جسم، في الخلايا بتاع الدهنيه. جهاز المناعه عندنا مش متظبط. ده الشخص العادي. بيبقى في كل حاجه كده متلخبطه في جسمنا، بنقعد فتره كده وما بنبقاش عارفين ايه سببها. نروح للدكتور يعمل لنا تحاليل، يعمل لنا اشاعات، مفيش اي حاجه، جسمنا زي الفل، مش مفيش اي امراض مزمنه، مفيش اي كلام، تمام. وساعات ناس مثلا عندهم سكر، عندهم ضغط، عندهم مشاكل صحيه كتير، فبرضه نفس الكلام، بيبقى عندهم نفس الاعراض. ايه السبب اللي جاب لنا السكر؟ ايه السبب اللي خلى الضغط عندنا؟ ايه السبب اللي خلى جسمنا تعبان على طول وفي ارهاق مستمر؟ برضه كل ده ما بقاش عارفين ايه السبب، مع ان الحاجات دي كلها بتبقى اعراض لتعب احنا عملناه، او اهملنا صحتنا لفترات طويله جدا ولسنين طويله جدا، هي اللي ادت لحالتنا، الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. كمان بقى انا شايله الغده الدرقيه، فعندي بقى الموضوع مضاعف شويه. الغده الدرقيه طبعا، مع انا كنت بشتغل وكنت بقعد على مكنه فترات طويله جدا، فعملت لي عرق نساء، عملت لي التهابات في العظم، عملت لي شد عضل في جسمي، في اكسده كتير قوي في جسمي، في عدم توازن في كل حاجه عندي بسبب نقص هرمون الغده الدرقيه، بسبب ان هي مش موجوده. كل الحاجات دي كانت مأثره عليا، وكنت باكشف وبروح اعمل علاج، وعايزه اقول لكم فلوسي كلها خلصت على الكشف والعلاج، ولا حياه لمن تنادي، ولا اي فايده. حرفيا انا كنت ببكي، انا ما كنت بنام ساعتين، ساعتين ثلاثه بالكتير، بسبب بصحى بسبب وجع عظمي، بسبب عرق النسا، بسبب ان انا ما بقاش قادره كني حد جايب سكينه وعمال يقطع في لحمي وهضمي، ما بقتش قادره اعمل مجهود. فجاه مره في مره لقيت نفسي خلاص، همت وقعدت وما بقتش قادره اتحرك، وبقالي 3 سنين قاعده في البيت. حرفيا كنت بموت فعلا، كنت ببكي بالدموع من كتر الالم اللي انا فيه، وانا مسؤوله عن خدمه ورعايه امي، وفي نفس الوقت اعمل خدمه نفسي، وان انا اشتغل، وان انا اشغل القناه، وان انا اقدر اصرف على نفسي والكلام ده كله، في حاله انا مش قادره اعمل فيها اي حاجه، مش قادره حتى اقوم اخدم نفسي. كنت باخد فيتامينات ومعادن من الصيدليه، اوميجا 3، فيتامين د، مجموعه فيتامين ب كلها، الحاجات دي كلها كان بتعمل معايا مفعول، مش هقول لكم لا، بس مش اللي هو مش احسن حاجه. لحد ما ربنا كرمني ليا صديقه عندها قناه على اليوتيوب برضو، وعضوه في شركه دي اكس ال، فقالت لي عليها. بما اني انا طبعا قناه عندي كلها وصفات طبيه ووصفات شعر وبشره ومعلومات طبيه والحاجات دي، وانا مهتمه بالصحه، وانا عارفه يعني ايه، يعني انا من الناس المشجعين ال- الاعشاب والطب البديل من الاخر يعني. لكن لاني انا جربت كتير قوي ان انا اروح للدكتور ويصرف لي علاج قد كده، الروشته تبقى ب 200 300 500 جنيه، غير الاشاعات، غير وما فيش فايده، ما بتعملش معايا اي حاجه. فقررت ان انا، وعارفه طبعا فوائد الفتراليشيس بالرينا، كل الحاجات اللي موجوده اللي قدامي اللي انتم شايفينها قدامكم دي، كانت بس انا ما كنتش عارفه اجيبها منين، وما كنتش عارفه المصدر الكويس فين، لان انا عايزه عارفه ان الحاجات دي في حاجات فيها ممكن تفيد لو هي معموله بشكل صح تفيدنا، لكن لو هي جايه عن طريق غلط تبقى فيها سميه وتاذينا. فقالت لي على شركه دي اكس ان، وشركه دي اكس ان دي شركه ماليزيه، بقى لها 30 سنه شغاله، موجوده في اكتر من 120 دوله، مش في الوطن العربي بس، ده في العالم كله، فيها اكتر من 10 مليون عضو فيها. كل المنتجات بتاعتها اورجانيك، لان الشركه دي ليها فروع في الوطن العربي وفي ماليزيا وفي كل مكان. بتصنع، بتزرع وبتصنع وبتعمل كل حاجه هي في مصانعها بمزارعها، كل شيء يعني، بتشرف على كل حاجه من الحاجات دي من وقت ما بتبقى بذره في الارض لحد ما بتطلع لنا وتبقى موجوده زي ما انتم شايفينها كده بالعائله الحلوه دي. عشان ما اطولش عليكم، انا استخدمت ده، اسمه الرباعي او الثلاثي، المثلث الذهبي، ومعاه فطر الريشي. طبعا المثلث الذهبي الحاجات دي كلها بتنظف خلايا الجسم كلها من السموم، بتقوي جهاز المناعه، بتدي الجسم الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاج لها، اللي يخلينا ان احنا نقدر نقاوم حياتنا ونقدر نشتغل بقوه ونشاط. كمان بتنظف الجسم من الشوارد الحره والاكسده. انا كان بيجي عليا وقت بلاقي بشرتي، مع اني انا قاعده في البيت ما بشتغلش، بلاقي بشرتي سودة، شحبه، مش ما فيهاش نضاره، ما فيهاش حيويه، مهما اعمل ماسكات، مهما اعمل حاجه، ما فيش فايده فيها خالص، برغم ان لما كنت بشتغل كانت بشرتي صافيه وكويسه ما فيهاش اي حاجه. اما قعدت في البيت، ان المفروض يبقى فيه وفي رعايه وبعمل ماسكات، وان انا قاعده في البيت مش متعرضه للشمس ولا للعوامل الجويه بره، وفي اكسده في وشي، فطبعا انا كنت فاهمه ومتاكده ان دي كلها سموم. معنى ان انا اغسل وشي او اعمل ماسك او اعمل اي حاجه ينور 5 دقائق ربع ساعه هوبا تاني يطفي، كل ده بسبب ان في اكسده زياده قوي في جسمي، مع كمان الهمدان والتعب والارهاق والالم اللي انا كنت بحس بيه. مش الم في مفاصل بس، مش في عظمي بس، لا خالص، ده انا كمان كان في لحمي نفسه. انا لما كنت اقف اعمل اكل في البوتاجاز، انا رجليا الشمال دي من اول فوق، من فخدي من فوق لحد تحت كانت بتنمل وانا واقفه، حرفيا وزني بقى يزيد، وشعري بيقع، مفيش ذاكره، مفيش تركيز، نظري بقى يضعف، ذاكره، عايزه اصور مش عارفه، عايزه اتكلم مش عارفه، عايزه انام مش عارفه، مفيش اي مجهود خالص، مفيش اي طاقه. حسيت ان انا عامله زي الناس اللي عندهم 100 سنه وعندهم امراض الدنيا كلها. المهم جبت المنتجات دي، انا بقالي دلوقتي كده تقريبا شهر
من اول الشهر انا عملت الفيديو، يعني انا كنت جبتهم الاول ولما عملت الفيديو حطيته على القناه وقلت انا هجرب وهطلع وهجرب واقول لكم المصداقيه إيه اللي عملته معايا. اقسم بالله ان الحاجات دي انا من اول يومين ثلاثه اخدتهم، انا حسيت بفرق شاسع، طاقه، نشاط، قوه، مفيش الم في جسمي خالص، مفيش اي حاجه، حتى بشرتي نفسها حسيت ان بشرتي فتحت، حسيت ان الاكسده اللي كانت في وشي او الوش لما مره واحده الاقيه اسمر كده، لا ما بقاش فيه الكلام ده، رغم ان انا ممكن ما اكونش حاطه ميك اب ولا اي شيء. كل الحاجات دي بقت تفرق معايا كتير قوي قوي. الحاجات دي ده كده اسم المثلث الذهبي، اللي هو يعتبر عصير المورينزي والفطر الريشي والاسبرينا. الثلاثه دول كده اسمهم المثلث الذهبي. جبت معاهم كمان عرف الاسد، علشان عرف الاسد ده بيقوي الذاكره وبيشتغل على خلايا المخ، بيعمل حاجات كتير قوي في الجسم. طبعا انا بقول لكم برده دلوقتي تجربتي معاهم ايه اللي انا عملته، لكن هطلع وهتكلم وهقول بقى حاجه حاجه فيهم فوائدها ايه وفادتني في ايه وضرت في ايه، ولو فيها اي حاجه ضرتني. بس الحاجات دي كلها اورجانيك، الحاجات دي كلها عضويه، لو ما فادتنيش مش هتضرني، حتى ما فيهاش اي سميه، ما فيهاش اي اضرار جانبيه مع المدى البعيد. فجربوا الحاجات دي. هسيب لكم الكود بتاع الخصم بتاعي على الشاشه، وكمان في صندوق الوصف، وهسيب لكم رقم الواتساب بتاع الجروب عندي في الواتساب، هسيب لكم رقمي برده في صندوق الوصف. اللي حابب يتواصل معايا موجوده ليها فروع في كل الوطن العربي، ولو في مصر هنا محدش عارف يوصل لها انا برده ممكن اتواصل معايا، اوصلهم بالناس اللي انا بشتري منه الحاجات دي. هسيب لكم كود الخصم، اللي عايز يشتري ويتكلمني على الخاص ويقول لي هو عايز ايه بالظبط او حالته ايه بالظبط. انا معايا في الجروب دكتوره، دكتوره تغذيه علاجيه، وهي اللي هتقول لنا، هي اللي بتقول لي اجيب ايه، الحاله دي عايزه ايه والحاله دي عايزه ايه. وفي نفس الوقت كمان انا لما جبت الحاجات دي اخدها ازاي، اخدها كم مره. انا جبت لوالدتي منها، والدتي طبعا برضو عندها سكر وضغط وسن، عندها 72 سنه، فالحاجات دي كلها جبتها لها وهي برضو حست بفرق. فبجد حاجه حدث بلا حرج. فلو حابين تشتروا الحاجات دي، المنتجات دي، كود الخصم هسيبه لكم في الوصف وعلى الشاشه. وكمان زيت الجانو ده كمان برضو مع مصنع من فطر الريشي، حلو جدا لاستخدامات كتير. يعني انا كنت بحطه على مكان الالم اللي هو عرق النساء، او على ركبي، او على اي مكان فيه الم، كان بيسكنه، وكان بحس بقلق، بحس براحه بعديها فظيعه. كمان كنت بحط منه على بشرتي، كان بيديني نضاره، بيقفل المسام الواسعه، وبيدي شعر كمان للشعر لاي مكان، وبيدي جلد، بحس ان انا جلدي لامع، وبحس ان انا جلدي فيه نضاره، مش من الزيت بس، لا من كل المنتجات دي كلها. كنت بحس ان فعلا بشرتي فيها نضاره وناعمه خالص. جبت كمان معاهم صابونه، وجبت كمان معجون الاسنان، وجبت القهوه. كل الحاجات دي طبعا هعملها في فيديو لوحديها، انا بس حبيت اقول لكم اللي الحاجه اللي ريحتني واللي خلت الالم اللي كان في جسمي راح بنسبه كبيره جدا، يمكن يكون 90% راح، فاضل حاجات بسيطه لان انا ما كملتش الشهر. ايه الحاجات دي؟ عصير المورينزي، وكمان الفطر الريشي، الاسبلارينا، عرف الاسد، وزيت الجانب. الحاجات دي كلها ممتازه، ده كورس كده كامل بناخده، بينظف الجسم وبيخلي يعني بص بيخلي الخلايا كلها تنضف وتبقى شغاله بشكل كويس، بتقاوم الجسم من الامراض. في نفس الوقت كمان بيقوي جهاز المناعه، وبيديله فيتامينات ومعادن، وبيديله كل شيء هو محتاجه علشان يقدر يقاوم الامراض، ويرجع يخلي جسمنا يرجع بطبيعته زي ما كانت تاني. انا كده الفيديو بتاعي خلص. لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعمل. سلام عليكم.